السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ازيكم يا أحلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في أسعد لحظات حياتكم إن شاء الله. قبل أي حاجة ياريت تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس عشان إن شاء الله يوصل لكم مني كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده بقى بنبتدي النهارده روتين حلو وجامد جدا جدا جدا، هيشجعك قوي ويخليكي بجد تسيبي كل اللي في ايدك وتقومي تشوفي اللي وراكي وتقومي تشوفي بيتك اللي انت سايباه، او لو ما عندكيش طاقه بجد هتجددي الطاقه بتاعتك وهتتنشطي يعني خلاص بقى باور بقى وهتشتغل في البيت. فانتوا زي ما انتوا شايفين كده طبعا البيت عندي في الفتره اللي فاتت دي، يعني انا كنت تعبانه جدا وما زلت يعني دور برد كده شغال. بس الحمد لله على كل حال. المهم يا بنات ان انا صحيت من قبل الفجر، مش هقول لكم مثلا ان انا ابتديت الروتين بعد الفجر، لا بالظبط من الساعه كده 4:30 وانا قمت وصحيت وصليت كده ركعتين لله ان ربنا يقويني. لان فعلا كنت واصله لمرحله وحشه قوي، يعني ان انا طاقتي كانت خلصانه خالص ونفسيتي تعبانه بسبب ان بيتي مش نظيف ومش مرتب وكل حاجه مش في مكانها حرفيا، هدوم على الكنب، هدوم في الارض، كل حاجة مش في مكانها. يعني منظر البيت أصلًا كان مُتعب للأعصاب جدًا، وفي نفس الوقت أنا ما كنتش قادرة أقوم أعمل أي حاجة خالص، خالص. فده بصراحة كان تعب لي نفسيتي بطريقة مش طبيعية، حرفيًا أنا باكلمكم بأمانة وبجد ده فعلًا اللي حصل معايا. آمم فابتديت بقى الروتين فعلًا بقى، أنتِ عارفة بقى إيه اللي أنتِ نايمة وأصلًا مش جاي لِك نوم، ما أنتيش عارفة تنامي من كتر ما أنتِ يعني فعلًا يعني جايب لي اكتئاب، مش عارفة أنام، مش عارفة أقعد، مش عارفة آكل، مش عارفة أعمل أي حاجة خالص. فأول ما حسيت إن أنا ابتديت أشد حيلي شوية وابتديت إن أنا أتنفس بقى كده وأقوم كده يالّا بقى يا جيجي كده قومي شوفي اللي وراكِ. فقلقت كده، لقيت الساعة 16:30 قُلت هو ده الوقت المناسب اللي لازم أقوم فيه وأشتغل، يعني مش هاستنى أكتر من كده، حتى مش هاستنى لمّا الفجر يأذن. وقُمت فعلًا قُمت كده اتوضيت وصليت ركعتين ودعيت ربنا يا رب اديني القوة بقى يا رب، يا رب أنا ضعيفة إليك وفقيرة إليك، اديني من عونك يا رب. وبالفعل الحمد لله قُمت بجد يا بنات ربنا اداني كده طاقة وpower مش طبيعية، حسيت ساعتها إن أنا قوية جدًا، جدًا، جدًا يعني. شِلت كل السجاد في الreception، على فكرة الreception بتاعي مش صغير ومش كبير، بس متقسّم كذا يعني كذا حتّة، يعني في جزء مثلًا للسفرة، جزء الكنب بتاعي كبير محطوط مثلًا على الجنبين زي ما أنتم هتشوفوا مثلًا أو هتلاحظوا من خلال الفيديوهات. فبياخد منّي مجهود، يعني بياخد منّي مجهود مش طبيعي. فأول حاجة ابتديت بيها بصراحة وما جبتهاش معاكم إن أنا يعني ألمّع الخشب، خشب السفرة وكراسي السفرة وترابيزة السفرة وكل الكلام ده، كل الخشب الحمد لله لمّعته كويس، وقُمت جِبت مقاشة وقعدت أكنس تحت السفرة كويس جدًا، جدًا، طبعًا كان تحتها بلاوي، تراب بقى، لعب، ورق متقطّع ومرمي، فتافيت أكل، أي حاجة على بالِك هتلاقيها تحت ترابيزة السفرة. فالحمد لله كنست وشِلت كل حاجة من تحت ترابيزة السفرة. بعد كده بقى إيه، شايفين هدوم على الكنب، يعني كل اللي بييجي أصلًا المكان ده الreception ده، ده المكان اللي إحنا بنقعد فيه ونتفرّج فيه على التلفزيون. ودي أسوأ حاجة ممكن سِت البيت تعملها، بس الحقيقة هي ما كانتش رغبتي، هي كانت رغبة زوجي، هو اللي اختار إن إحنا يعني من بداية ما إحنا بنتجوّز إن إحنا لأ، قعدتنا تكون برّه في الreception، وإن إحنا الكنب بتاعنا يكون modern على أساس يعني إن القعدة تكون مريحة وكده. بس ده أسوأ حاجة بجد، والله العظيم بجد يا بنات أسوأ حاجة لو أنتِ مثلًا بتجهّزي البيت جديد، لو أنتِ عروسة ولسه ما اتجوزتيش بنوتة، لأ يا حبيبة قلبي أنتِ لمّا تتجوزي اعملي كده فوق، يعني لو ما فيش إمكانيات إن أنتِ تعملي living room، أوضة الأطفال حطّي فيها كنبة كبيرة وقدامِك التلفزيون ودي تبقى أوضة المعيشة بتاعتِك. لكن صعب جدًا، جدًا إن أنتِ المكان اللي هو دخلة الباب ودخلة البيت والreception بتاعِك يكون بالمنظر ده، أنتِ فعلًا مش بتبطّلي ترويق وتنضيف، لإن في أي وقت ممكن حد ييجي لِك، حماتِك تيجي لِك، أي حد، الجارة تخبّط عليكِ، هتبقي مُحرَجة جدًا من المنظر ده، خصوصًا لو عندِك أطفال صغيّرين وبيلعبوا دايمًا وبيتكركبوا دايمًا. بس يعني أنا كده بقى وصلت للحظة الروعة بقى، أنا كان نِفْسي في الوقت ده تشمّوا ريحة النضافة.
ريحة النضافة، وإن أنا جبت ب10 جنيه اسمه إيه ده يا ربي، معطر ورشيته في الأرض ومسحت الأرض بالمعطر ده. روعة، قمة النظافة يا بنات، فرق شاسع. نفسيتي ارتاحت، بقيت عارفة ان انا اصلي اقرأ قرآن، يعني حاجة منتهى يعني ايه الراحة النفسية. هو انت هتلخبط شوية، يعني ده كان اخر مقطع، انا استغربت هو الفيديو خلص بسرعة ليه. لا هنا بقى بصوا، بشيل بقى السجاد، وشلت كل السجاد الموجود في الريسبشن، وهو على فكرة كذا قطعة، مش قطعة واحدة، شيلته كده كله. شوفوا معايا كمية القاذورات اللي طالعة من المكان ده، مش هتصدقوا، يعني انا زي ما يكون بكنس شارع. بس الحمد لله، يا رب دايما بيوتنا معمورة، ويا رب دايما كده ولادنا يلعبوا يكركبوا ويبوظوا، واحنا ربنا يا رب دايما يدينا الصحة والقوة ان احنا ننضف وراهم، وان احنا يعني نكون كده دايما قادرين ان احنا نخدم نفسنا بنفسنا. بس يا بنات بقى هنا، مش عارفة المقطع متصورش ليه، بس انا جبت معطر وحطاه في ازازة بريلا قديمة، معطر ب10 جنيه. يعني ملى الازازة البريل وفاض، بس ريحته تحفة، يعني معطر سايب. ريحته تحفة قوي يا بنات، وجميل جدا جدا جدا. يعني انا كان نفسي فعلا تشموا ريحة النظافة، تشموا ريحة ان البيت، مش قادرة اصدق نفسي، هو ده سوري المزبلة اللي انا كنت عايشة فيها بقت نظيفة قوي كده. اخيرا رجعت لنفسي اللي انا بتنفسه حلو، يعني بجد حاجة مريحة نفسيا بشكل مش طبيعي جدا، يعني بجد مبسوطة قوي. بعد طبعا بقى ما خلاص كده مسحت الارض والمعطر ريحته تحفة، بدأت ان انا افرش السجاد تاني، فرشت كل السجاد تاني. انها لحظة لا توصف بصراحة. وطبعا يا بنات كان الفجر أذن، وكنت خلاص وقفت تنظيف وقمت صليت الفجر الأول، وبعد كده كملت. شايفين بقى، الحمد لله رب العالمين، انا راضيه، يعني الحمد لله ريحه البيت حلوه قوي قوي، ونضيف ومفيش تراب مكنوس ممسوح، راحه نفسيه. على فكره يا بنات، البيت اللي هو مكركب فيه قاذورات كتير، فيه يعني حاجات مش نظيفه، ده الشياطين قاعده فيه. لكن الملايكه مش بتحب البيت اللي هو متسخ ده، الملايكه بتحب البيت كده اللي ريحته حلوه. فدايما حاولي على قد ما تقدري، ربنا يدينا يا رب كلنا القوة والصحة والعافية ان احنا نقوم ننظف كده بيوتنا. كنت مبسوطة قوي يا بنات، كنت مبسوطة جدا 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 باللحظة دي، وكان نفسه فعلا انتوا تشموا الريحة حلوة قوي، ريحة نظافة فعلا. هنا بوريكم ان انا رجعت كل حاجة مكانها. بس كده، ده طبعا انا ما عنديش بلكونة، فده شباك برضو على الريسبشن على طول، فلازم حتة كبيرة، فبحط تحتها سجاد في البلكونة، او اللي كانت بلكونة. بس زي ما انتوا شايفين كده، الحمد لله رب العالمين، ربنا اداني القوة والصحة. وبعد كده بقى، بعد ما خلصت طبعا، انا بدأ قبل الفجر، فكانت الدنيا برد جدا، ومكنتش قادرة افتح الشباك. لما خلصت بقى جالي نفسي بقى افتح الشباك بقى، ومبسوطة وفرحانة وعايزة اجدد هوا البيت، ففتحت الشباك كده. زي ما انتوا شايفين، بدأت بقى ان انا اجدد هوا البيت، وبدأت ان انا يعني نشم بقى هوا نضيف بقى يا جماعة، مع جو المعطر ده وريحة المعطر. وكان لازم في اخر الروتين ده اكافئ نفسي. بعد ما خلصت عملت لنفسي بقى كوباية نسكافيه كده سادة، ومعاها هوهوز بقى بالشوكولاتة، منزلاها دي لوحدها كده مقطع في الشورتس موجود على على القناة بتاعتي، لان فعلا انا بستمتع بالوقت ده، ولازم اكافئ نفسي لان انا تعبت. الحمد لله وصلت للنتيجة اللي انا الى حد ما عايزاها، فالحمد لله رب العالمين. بس يا بنات، وده كده يعتبر اخر الفيديو. مبسوطة قوي ان لمتابعتكم للفيديو. لو انت وصلت لغاية دلوقتي، يا ريت ما تنسيش اللايك وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، عشان ان شاء الله يوصلك اشعار مني، وتنوريني وتشرفيني. ويا رب كده ان شاء الله اقدم لكم فيديوهات كتير كده حلوة. وما تنسونيش بالله عليكم من تشجيعكم ليا، ده حاجة بتفرحني وبترفع من روحي المعنوية جدا جدا جدا. واشوفكم على اسعد، يعني اسعد وقت واسعد خير واسعد ايام حياتكم ان شاء الله.